كيبدا الفيلم ديالنا بواحد المشرك اللي باينه انه مهووس بالسوشيال ميديا وديما خاشي التليفون في كمارته، وكتجي عنده امو كتقول له غادي تنوض ولا غادي نضرب امك بهذا البراد. والمشكله انها كتعاير راسها. فالمشرك قال لها انا باغي نكون مشهور وراني كنتسنى اللايكات من المتابعين. كنمشيو عند بنت ماشيه بوحدها وباينه انها عندها مشكل مع البوليس اللي غادي نعرفوه من بعد. وموراها كتدخل للدار وكتحاول تحل البيبان وكتخرج من جيبها واحد الحديده وفتحت الباب ودخلات ولقات السبوره مكتوب عليها تايلاند. وهنا كنعرفوا انهم مشاو لتايلاند وكتفرح بزاف وكتطلع تنعس. في الصباح المشكك كيدخل للمدرسه وكيجي الضابط وقال لهم هاد البنت راه كتدخل للديوره وكتسرق اللوعه. فالمشكك بغى يسولو ولكن الضابط قمعو وما داهاش فيه. والبنت كتفرج في الدار وكتلقى تصاور مالين الدار معلقه في الحيط وكتهضر معاهم ما غاديش توسخ الدار تحافظ عليها. مشات للثلاجه باش تاكل ولكن سمعت صوت بيت الخزين فنزلات وشعلت البيب وبدات تقلب واكتشفت ان كاين حيوان ولكن راه مخبي. ومشات تجيب اللحم ودارت فخ باش تشدو. كنمشيو عند المشكك اللي مشى عند المدير اللي لابس راس ديناصور وكيبان بحال شي هبيل. واكتشفوا انه باه وعطاه $100 باش يوكل له الحوته ديالو حيتاش عنده الخدمه. فالمشكك وافق. ونرجعوا للبنت اللي ناعسه وبدات كتسمع صوت مره اخرى وكتنزل لبيت الخزين اللي دايره فيه الفخ وهزه معها عصا احتياط. فقربت العصا ديالها وهي تشعل فيها النار. وهنا كنعرفوا انها عادي ترون ومشات تجيب له الماكله. وفي نفس الوقت المشكك وصل للدار باش يوكل الحوته والبنت سمعت صوت الباب تفتح وهي تخبى منه وبدا كيوكل الحوته. ورجع للدار وبدا كيشوف التعليقات السلبيه الفيديوهات ديالو وتعصب وطلع وجلس مع امه وقالت له ان اللايكات ماشي هما كل حاجه في هاد الدنيا. فعلا قدرت تقنع. في نفس الوقت البنت كتفتح الباب للحيوان وعطاته الماكله وقربت منه وخلاها تقيسو وكانوا فرحانين بجوج. واكتشفت ان جناحه مقصح وكتمشي تجيب له الدواء. وفي نفس الوقت الاب ديال المشكك وصل باش يحتفلوا بعيد ميلاد ولكن المشكك نسى التليفون ديالو في البلاصه اللي كان كيوكل فيها الحوت. ودخل للدار وكيلقى بنت في وجهه وقال لها شكون انت ولكن ما جاوباتوش. قال لها انا عارفك انت الشفاره اللي كتدخلي للدار. وخدا التليفون وبغى يعيط للبوليس وقالت له انها غادي تقول له واحد السر. داتو معاها للبيت الخزين ولكن الحيوان ما كانش باين. المشكك كيسحاب ليه انها كتضحك عليه ولكن قالت له شوف موراك وكان على حال يديرها في حوايجه. فحاولات تسكتو. قال لها واش هكا غادي نجيب مشاهدات كبيره الا لحت تصويرته ولكن البنت قالت له لا. فالمشكك كيوافق وكيوعدها انه ما غادي يقولها لحتى واحد. ماشي بحال واحد صاحبي يقول له شي حاجه نهار الاخر نلقى العالم كامل عارفها ولكن المشكله انه كيزيد شويه ديال السلوكيه. باغي داك صاحبك ولا صاحبتك نشوفوه. المهم كيخليها وكيمشي يجلس في الدار وبدا يسجل يقول لهم انه عنده اخبار مهمه الا عرفها العالم غادي ترول ولكن ما قال لهمش انه لقى تنين. وفي نفس الوقت بنت كانت كداوي تنين وكيبان ان التنين بدا كيحبها وكيقرب منها وكيشوفها وهي ناعسه وقالت له يجي ناعس حداها وكيبان انهم حبوا بعضياتهم. في الليل المشعكك كيجلس قدام البيسي وكيشوف ان بزاف ديال الناس عجبهم الفيديو فكان فرحان حيتاش بدا كيتشهر وبدا يسجل مره اخرى. وقال لهم انه ما يقدرش يقول لهم السر دابا. ومن بعد كيمشي ينعس. والنهار الاخر البنت كتفيق من النعاس واكتشفت ان التنين ما كاينش والتنين كان كياكل الحوت ديال المشاكك وعايش الحياه. ولكن منين وصل للمشاكك بدا كيغوت. فالتنين حس بالخطر وخرج النار من فمه وحرق شجره العيد الميلاد. والجرس ديال الانذار خدم. فالاب مشى للدار بالزرباب ولكن ولده خرج بالزرباب وقال له انه جاي يوكل الحوته ويمشي ولكن باه كان باغي يدخل بالزز. فخرجت البنت وقالت له انها صاحبه ولده وباه كان فرحان وشجعها تجي عنده للدار. وكنمشيو عند الضابط اللي كيجيه بلاغ انه كاين انذار حريق. قال له الضابط انا مالي هاد الشيء راه ديال رجال الاطفاء. قال له ان الدار كانت خاويه. وهنا اكتشف ان البنت كانت تما واللي سميتها سارق. فمشى للدار ودخل مباشره كيكون التنين هرب والمشاكك وسارق كيقلبوا عليه حتى شافوه وبداو كيجريو موراه. وفي نفس الوقت كان الضابط في الدار وشاف الالعاب اللي سرقاتهم ساره. وهنا اكتشف انها كانت هلا وقلب في شنطتها ولقى بطاقه التعريف ديالها. ونرجعوا للمشاكك وساره اللي مازالين كيجريو على التنين وكل شيء قلبوه في السوق ودخل لهم في طوموبيله كانت كتخوي السلعه. وموراها مولاها سد الطوموبيل فكتتفق ساره والمشاكك انه هو عادي يشتت الراجل وهي عادي تحل القفل. وفعلا كتقدر تحلو. كتفتح الباب وكتحط التنين بواحد الصندوق ديال الخشب باش ما يشوف واحد. ومن بعد المشاكك وساره والتنين كانوا مخبيين في المدرسه. فساره كانت مخلوعه بزاف. سولها المشاكك وقالت له انها ملي كانت صغيره كانت في الحروب في بلاصتها اللي ساكنه فيها وعائلتها كاملين ماتوا ولكن هي وجارتها هربوا للنرويج ولكن جارتها شدوها البوليس ورجعوها وهي قدرت تهرب. ومن ديك النهار
نهار وهي كتعيش في البيوت وما كيشوفها حتى واحد، فكيكون المشاكل متاثر كلامها. زادت قالت لي انه هو الصديق ديالها الوحيد، وكتغير الموضوع وقالت له كيفاش نديروا لها التنين. كنعرفوا ان المشاكل قرا على التنانين وعرف ان التنانين كتعيش تحت الارض. قال لي انه كاينين كهوف في المدينه كتقرر تمشي بالطبع وكتلقى داك الكهف اللي فيه بوابه كتفتح قدامها. وفي نفس الوقت المشاكك كان كيصور فيديو وقال للناس انه كذب عليهم وانه ما كاين حتى حاجه، واعترف لهم انه كان باغي غير المشاهدات والشهره. قال لهم انا عندي صديق واحد فقط بارك عليا. وناضو خرج فالتنين مشى عند البيسي وطلق اللايف وما كاين غير كبيسو فباه لقى التنين طالق لايف وتصدم والمشاكك دخل لبيتو ولقى البيسي ديالو محروق. وفي نفس الوقت ساره وصلت وقالت له انني لقيت الكهف وقالت له يلا نمشيو بالزربه. كيقول ليها المشاكك ما بغيتكش تمشي، قالت له انها خاصها تبعد حيت هاد البلاصه ماشي بلاصتها. وفي هاد اللحظه كيسمعوا الصوت الطوموبيلات ديال البوليس والصحفيين قدامهم في المدرسه بسبب الفيديو ديال التنين. جبد تليفونه وشاف الفيديو منتشر بزاف، خدات ساره التليفون وتصدمات والمشاكك قال ليها انها كانت حادثه. قالت له انك دمرتي كلشي على قبل اللايكات والمتابعين. كيكونوا بزاف ديال الناس والبوليس والقوات الخاصه، ولكن المشاكك كان متكي لبس واحد القناع ديال الديناصور وهز معاه واحد القرعه وخرج عندهم وشعل النار وخلع كلشي وطلقوا عليه مخدر. في نفس الوقت كانت ساره والتنين اللي كان كيحاول يطير ويقدر يطير في السماء، والمشاكك كان كيضحك حيتاش كان فرحان حيتاش خطتهم نجحات. ولكن الضابط كيشوفها وبقى تابعها. فساره كتوصل هي والتنين للكهف وكتقول له انها غادي تخلي البوليس يشدوها باش يقدر يعيش. كيعنقوا بعضياتهم وقالت له خاصك تهرب، وكتنزل تسلم راسها للبوليسي. قال لها شنو كديري؟ قالت له واش بغيتي ترجعني لبلادي؟ قال لها ان حتى واحد ما باغي يرجعك لبلادك وانني كنت كنقلب عليك باش نلقى لك شي عائله تبناك. كانت مصدومه من كلامه وعنقاته. في نفس الوقت كيوصل المشاكك وعائلته وكيطلب منها دوز معاها عيد الميلاد وكتوافق ساره وكتكون فرحانه معهم حيتاش غادي تعيش مع صديقها المفضل. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساش دير معاك شي لايك شي اشتراك في القناه. كان معكم خوكم بفليكس، نتلاقاو في الفيديو الجاي.